بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نتحدث عن شرح الحديث الثاني في جامع الوضوء، وهو الحديث الذي رواه الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أني قد رأيت إخواننا، فقالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. نسأل الله العفو والعافية. وقفنا عند قوله: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء بضم الواو، ويجوز فتحها على أنه الماء، قاله ابن دقيق العيد، من الوضوء. نعم. وقفنا. نعم. وأنا فرطهم. نعم، هذا قرأناه الدرس السابق. نعم. قال: وأنا فرطهم متقدمهم السابق على الحوض. ها هنا قلنا ثمة مسألة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعد بشيء من البيان والتوسع. هذه المسألة هي مسألة اختصاص الوضوء بهذه الأمة من عدم اختصاصه بها، ومسألة قلنا في الدرس السابق في خاتمته من المراد بأمته عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة تطلق ويراد بها أهل الزمان من غير تخصيص بالإيمان. قال الإمام ابن دقيق العيد، قال: إن الأمة قد تطلق ويراد بها أهل الزمن من غير تخصيص بالإيمان، لا بقيد الإيمان، وهذا غير مراد في هذا الحديث. وهذا غير مراد في هذا الحديث، لأن الكلام كما تقدم: كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ وبعد قال صلى الله عليه وسلم:
يعني يتحدث عن أناس يعرفهم، عن أناس لهم سيمة تميزهم. فليس المقصود بالأمة في هذا الموضع، ليس المقصود أهل الزمن من غير تخصيص بالإيمان، لأن أهل الزمن من غير تخصيص بالإيمان يشمل غير المؤمن، وهذا غير مراد في الحديث الذي جاء فيه إن أمتي يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء ضرورة. وقد تطلق لفظة الأمة ويراد بها أتباع الرسل، كما يقال أمة محمد وأمة موسى وأمة عيسى صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا الأخير هو المراد في هذا الموضع، هو المراد أتباع الرسل. ثم قال على هذا الكلام على وجهين: أحدهما أن يراد ظاهر التبعية، التبعية بحسب الظاهر، والتبعية بحسب الظاهر تشمل المنافق، أن يراد ظاهر التبعية لا التبعية الباطنة بالإيمان القلبي. والثاني أن يراد به التبعية الحقيقية الباطنة، معناها إن أمتي، قلنا أمته عليه الصلاة والسلام أتباعه، الأمة أتباع الرسل، أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل المقصود التبعية الظاهرة وإلا المقصود التبعية القلبية الباطنة؟ قال ثم هذا على وجهين: أحدهما أن تعتبر الموافاة في ذلك إلى الموت، والثاني ألا تعتبر، ألا يعتبر هذا القيد. قال وبحسب ما ذكرناه يحتاج إلى النظر في المراد من الحديث الذي فيه إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. ما المقصود؟ قال يتلخص من هذا بعد الحمل للأمة على الأتباع 3 أقسام. يتلخص من هذا 3 أقسام: أحدها أن يكون لأصحاب الإيمان الحقيقي الموافين عليه، أن يكون المقصود إن أمتي المقصود به أصحاب الإيمان الحقيقي، يعني التبعية الباطنة الذين وافتهم المنية على ذلك. والثاني أن يكون لهم وإن لم تكن الموافاة، وإن لم تقع الموافاة. والثالث أن يكون لمن ظاهره الإيمان، أن يكون لمن ظاهره الإيمان. فأما القسم الأول أهو أصحاب الإيمان الحقيقي الموافين للنبي، الموافين عليه، فلا شك في حصول هذه العلامة لهم بسبب الوضوء. هؤلاء لا يشك في أن العلامة تحصل لهم، الغرة والتحجيل تحصل لهم. وأما الثاني والثالث، يعني الثاني أصحاب الإيمان الحقيقي ولكن غير الموافين على ذلك، وإلا القسم الثالث من كان ظاهرهم الإيمان لا باطنهم، هل تكون لهم العلامة بسبب الوضوء لأنهم يتوضؤون، هل تقع لهم هذه السمة أو لا تقع؟ قال وأما الثاني والثالث فقد أجاز بعضهم أن تكون لهم هذه العلامة، قالوا هذه العلامة يجوز أن تكون لهم أيضا. فقال يحتمل أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ منهم مسلما، توضأ حالة الإسلام لكنه لم يدم إسلامه، أو توضأ وهو يعني منافق، يعني يظهر الإسلام ولكنه نسأل الله العفو والعافية منافق في باطنه غير مؤمن. قال وكل من توضأ منهم مسلما يحشر بالغرة والتحجيل،
ولذلك يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكونوا بسيما المسلمين لما دعاهم، لو لم يكونوا بسيما المسلمين لما دعاهم، لأنه إنما يدعو أصحاب هذه السيمة دون غيرهم. وهذه السيمة قلنا حاصلة بالوضوء، وهؤلاء وقع منهم الوضوء، وإن كان قسم منهم ارتد وقسم منهم لم يكن مؤمنا حقيقة وإن أظهر الإسلام. قال: فإذا علم أنهم بدلوا عليه الصلاة والسلام قال: فسحقا. انتهى. قال: وهذا الدعاء الذي أشار إليه موجود في حديث مالك، وقوله عليه الصلاة والسلام: فليذادن رجال عن حوضي أناديهم ألا هلم. وحاصل ما قال أنه لو لم تكن لهم هذه العلامة لما نودوا، لأنهم حينئذ يكون انتفاؤها دليلا على الخروج من الملة فلا ينادون. لكن ما دام لهم هذه السمة فإنهم يعرفون كغيرهم فينادون كما ينادى غيرهم، لأنه لا ينادى إلا من هو من الملة ظاهرة. أما من لم يكن من أهل هذه الملة فإنه لا ينادى، لكنهم نودوا فتكون لهم هذه العلامة. وقد يقوى هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وهو ظاهر في العموم في الأتباع. أمتي ظاهر في العموم في الأتباع، فإذا أضيف إليه رجال يذادون ويطردون لأنهم بدلوا بعده صلى الله عليه وسلم جاء منه هذا المذهب، يعني جاء منه هذا المذهب الذي يقول إن كل هؤلاء، يعني القسم الأول والثاني والثالث، كلهم مشمولون بالغرة والتحجيل. وكذلك ظاهر قولهم: كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ وقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. وإذا أضيف إليه ما ذكر من الزياد قرب ما قال. يقول ابن دقيق العيد: لا يبعد هذا القول. قال: ويعترض على هذا بأنه جعل انتفاء العلامة دليلا على عدم النداء، فيمنع ذلك المذهب أن يكون النداء لتقدم معرفة في دار الدنيا. معناها أو فيمنع ذلك المذهب، يعني هذا الكلام الذي ذكر صاحب المذهب هذا الذي قدمناه يرد عليه اعتراض. هذا الاعتراض ما هو؟ أنه جعل انتفاء العلامة دليلا على انتفاء النداء، أن من لم تكن فيه العلامة لا ينادى. واضح؟ والحال أن الكلام يحتمل أن يكون النداء لتقدم معرفة في دار الدنيا، أنه إنما ناداهم عليه الصلاة والسلام، نادى أولئك الأقوام الذين وقع ذودهم وطردهم، أنه ناداهم لا لوجود العلامة فيهم وإنما لتقدم معرفته بهم في الدنيا. وهؤلاء إما كانوا من المنافقين في الدنيا في زمنه عليه الصلاة والسلام، أو ممن ارتد بعده عليه الصلاة والسلام، فكان يعرفهم فلذلك دعاهم. فدعوته ونداؤه لهم لا من جهة هذا الاعتراض الذي يرد، لا من جهة كونهم متلبسين بالسمة والعلامة، ولكن من جهة كونه كان يعرفهم في الدنيا عليه الصلاة والسلام بوصف الإيمان الظاهر. قال الثاني: إذا انتهى الأمر إلى هذا
قلنا أن يقول لما لا يجوز أن تكون هذه العلامة من حيث هي، ولا يلزم من ذلك أن يكون انتفاؤها في بعض الأفراد دليلا على الخروج على الملة. يعني انتفاء هذه العلامة في بعض الأفراد ليس دليلا على الخروج على الملة، وبالتالي يعني قد يصدق على بعض الأفراد أنهم لا علامة لهم، لا سمة لهم، ومع ذلك هم من أهل الملة. بيانه أن تتميز الأمة بمعنى التابعين مطلقا تميزا كالمكان، مثلا أن كل أمة لها مكان تتميز به، هؤلاء أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فيتميزون بموضع بمكان يتميزون عن غيرهم، ويدخل فيه من ليس بمؤمن حقيقي. يعني هذا المكان أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يختصون بهذا المكان دون غيره، مؤمنهم وغير مؤمنهم. واضح؟ فلا يكون انتفاء هذه العلامة الخاصة في الفرد دليلا على خروجه عن الملة إذا كان التمايز ليس بالسمة وإنما بالمكان، فيحتمل أن يكون فيهم من لا سمة له أصلا، وهو غير خارج عن اسم التابع أو الأمة، لأن هذه العلامة موجودة في حق كل مؤمن حقيقي توضأ، فيدل وجودها في الجمع المتميز على أنه الأمة، ولا يدل انتفاؤها في الفرد على الخروج عن الملة. يعني انتفاءها في خصوص الفرد لا يدل على أنه خارج عن الملة، ولكن وجودها في المجموع يدل على الأمة، لأن انتفاءها في الفرد جاز أن يكون للخروج عن الملة، وجاز أن يكون لانتفاء الوضوء في بعض الأفراد مع كونه من الملة. مثال ذلك قال كالصحابي الذي أسلم يوم أحد وخرج فقتل ولم يصلي صلاة، فإن العلامة عن الوضوء ها هنا منتفية مع الإيمان. ومما يقرب هذا أعني أن الأمم تتميز بالمكان ما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، ويروى النبي ومعه الرهط، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل هذه أمتك. الحديث معناها أن أمته عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث يشهد إلى أنها تتميز بمكان عن غيرها، فهذا يدل على التميز بالأماكن، ويصرح به الحديث الصحيح وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فهذا التحرير يقول إن هؤلاء لا تظهر عليهم السمة والعلامة، وإن كانوا يتمايزون بالمكان فهم منها، وإن لم تظهر عليهم علامة الوضوء. وقال في موضع آخر الإمام ابن دقيق العيد ظاهره العموم في الأمة وحصر العلامة فيهم كلهم، وقد حكينا عن بعض الناس أن العلامة تكون عامة في حق المؤمنين المخلصين الموافين وغيرهم من المنافقين، هذا على وجه أنها تكون عامة فيهم وغيرهم من المنافقين والمرتدين. قال وقد بسط هذا القول بعضهم فقال وهو الأشبه بمساق الأحاديث، إن هؤلاء الذين يقال لهم هذا القول يعني أنهم قد بدلوا بعدك ناس نافقوا وارتدوا من الصحابة وغيرهم، فيحشرون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم سيما هذه الأمة من الغرة والتحجيل،
فإذا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم بالسيما. من كان من أصحابه بأعيانهم فيناديهم، أناس كان يعرفهم في الدنيا، ألا هلم، فإذا انطلقوا نحوه حيل بينهم وبينه وأخذ بهم ذات الشمال، نسأل الله العفو والعافية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، أو يا رب إنهم من أمتي، على اختلاف الروايات. في لفظ آخر قال: أصيحابي. فيقال له: إذ ذاك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وإنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. هذه الرواية تصرح بأن هذا الكلام إنما يراد به أقوام بأعيانهم كان صلى الله عليه وسلم يعرفهم في الدنيا، ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فإذ ذاك تذهب عنهم الغرة والتحجيل ويطفأ نورهم فيبقون في الظلمات، فيقطع بهم عن الورود وعن جواز الصراط المستقيم. فحينئذ يقولون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. معناه هذا الوجه الذي ذكره، هذا الوجه أن هؤلاء قد يشملون بالغرة والتحجيل ابتداء، ولكنهم يسلبون ذلك النور. قال: مكرا وتنكيلا ليتحققوا مقدار ما فاتهم فيعظم أسفهم وحسرتهم. أعاذنا الله من أحوال المنافقين وألحقنا بعباده المخلصين وجعلنا من الفائزين. فالمعنى إذن يحتمل أن يدخل في قوله الأمة أن يدخل كل من هو من أتباعه، سواء كان إيمانه ظاهرا وباطنا، وسواء وافاه على ذلك أو لا. يعني فيدخل بالتالي المنافق والمرتد، والكل يشمل بحسب الظاهر، يشمل بالغرة والتحجيل، ثم يطرد هؤلاء ويذاد هؤلاء. أو يحتمل أن لا يكون لهؤلاء من البداية، أن لا يكون لهم غرة وتحجيل، وإنما الغرة والتحجيل لعموم الأمة، والتمايز يكون تمايز الأمة عن غيرها يكون بالمكان. إذا عرفنا وجه هذا الكلام، لأنه يحتمل الأمر، يحتمل هذا الوجه ويحتمل ذاك الوجه. والوجه الأخير يعني فيه من المعاني العظيمة التي يعني تتوافق مع ما ورد في الكتاب العزيز، والله تعالى أعلم بالمراد. قال: وأنا فرطهم متقدمهم السابق. قد تكلمنا على معنى الفرط قبل ذلك. وأنا فرطهم متقدمهم السابق على الحوض. ذكرنا مسألة الوضوء، هل الوضوء من خصائص الأمة؟ بعضهم استدل بالحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، استدل بالحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وقيل غير ذلك، قيل إنه ليس من خصائصها، قيل إن الوضوء ليس مختصا بهذه الأمة، وإنما الذي اختصت به الأمة الغرة والتحجيل، لا الوضوء. واحتج على هذا بالحديث المشتهر: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. لما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. يعني فهذا يدل على أن الوضوء غير مختص بهذه الأمة. أجيب عن هذا بوجهين.
أحدها قال أنه حديث ضعيف معروف الضعف. الثاني احتمال أن تكون الأنبياء اختصوا بالوضوء دون أممهم، أن الأنبياء لأن الظاهر يدل على أن وضوء الأنبياء، ما ذكر أنه وضوء أممهم، فيحتمل أن أممهم لا يشملهم ذلك. واضح؟ فيبقى أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. أيضا هذا الذي ادعى أن الوضوء مختص بهذه الأمة، من ادعى أن الوضوء مختص بهذه الأمة، أنه من خصائص هذه الأمة، إن كان ادعاؤه سببه ما دل عليه هذا الحديث من اختصاص الأمة بالغرة والتحجيل، يعني السبب في دعوى اختصاص الأمة بالوضوء اختصاصها بالغرة والتحجيل، فهذا ليس استدلالا قويا. هذا ليس استدلالا قويا. لماذا؟ لأنه يكون استدلالا بانتفاء الأثر على انتفاء المؤثر، يكون استدلالا بانتفاء الأثر على انتفاء المؤثر، وإنما يصح إذا تعين المؤثر وليس متعينا. المؤثر ليس متعينا، لأن الله تعالى قد يخص هذه الأمة بهذا الأثر عن الوضوء ويكون المؤثر عاما، يعني لا إشكال. يعني ممكن أن يكون الوضوء في الأمم السابقة، ولكن الأثر هذا الحاصل لهذه الأمة بالوضوء حاصل لها فقط هي. احتمل هذا أن تكون الأمة خصت بالغرة والتحجيل بسبب الوضوء، ولا يكون الوضوء مختصا بها، فالاستدلال باختصاصها بالغرة والتحجيل على أن الوضوء من خصائصها ليس استدلالا قويا، ليس استدلالا قويا. قوله أنا فرطهم متقدمهم السابق على الحوض، وهذا تأكيد لتقدمه سابقا، لكن قد علم أن مسلما روى السابق بالكاف، فعليه يكون بين بهذا أنه كما أنه فرط أصحابه الذين خاطبهم بهذا أولا، كذلك هو فرط لأمته الآتين بعده ولله الحمد. فيما تقدم في الرواية عندنا هنا في هذا الحديث في بدايته: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض، وأنا فرطهم على الحوض، هكذا. وهنا وأنا فرطهم على الحوض مرة أخرى بضمير الغيبة، لكن في مسلم وقع وأنا فرطكم، وأنا فرطكم أولا، وأنا فرطكم هنا، وأنا فرطهم في رواية مسلم. في رواية الموطأ على الوجهين وأنا فرطهم. فيستفاد أنه عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم، وإن كان على الجري على رواية الغيبة وأنا فرطهم، هو صلى الله عليه وسلم لا يبعد في التصور أن يكون فرطا لأصحابه، لأنه عليه الصلاة والسلام قبض قبل قبض كثير من أصحابه أو عدد من أصحابه، فهو سابق عليه الصلاة والسلام لهم. ثم إنه أن يكون فرطهم صلى الله عليه وسلم وهم مشاركون له في الزمان عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا يعني قريب في التصور. ولكن
النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحدث عن أقوام لم يأتوا من بعد بالكلية، فسبقه عليه الصلاة والسلام لهم سبق حقيقي، لأن وجودهم بعد قبضه عليه الصلاة والسلام. إيمانهم به عليه الصلاة والسلام إيمان مبني على الغيب، فكونه عليه الصلاة والسلام يخصهم بهذا المعنى، يخصهم بأنه فرطهم، أي أنه سابقهم، فيكون السبق في حق هؤلاء سبقا حقيقيا. أما أصحابه فمنهم من قبض قبله ومنهم من قبض بعده عليه الصلاة والسلام، وضح، منهم من قبض قبله عليه الصلاة والسلام ومنهم من قبض بعده عليه الصلاة والسلام. ففي الوجهين وأنا فرطهم يعني التأكيد على أنه فرط لهؤلاء على رواية الغيبة، رواية الموطأ، فيها والله تعالى أعلم إشارة إلى هذا المعنى. وفيها قلنا نوع إيناس لهم، فيها نوع إيناس لأصحابه الذين لم يأتوا من بعد. يعني سبحان الله، أصحابه الذين عاشوا في زمنه عليه الصلاة والسلام يعرفونه صلى الله عليه وسلم، فلا يصعب عليهم أن يفزعوا إليه صلى الله عليه وسلم لسبق معرفتهم له، معرفة ظاهرة وباطنة، معرفة حسية ومعرفة معنوية. ومن لم يأت من بعد من أمته معرفتهم به عليه الصلاة والسلام ليست كمعرفة أولئك به عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث هذا فيه طمأنة لهم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يعرفهم. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعرفهم. يعني البعض منهم ربما لا يكون ممن يعرف وصفه عليه السلام ويحسنه ويتقنه بحيث يميزه صلى الله عليه وسلم، وإن كان عليه الصلاة والسلام يتميز لا محالة بين الخلائق كلهم بما يحبوه الله تعالى به ويخصه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم صلى الله عليه وسلم. فقوله وأنا فرطكم هي قد تشمل فرطكم، يعني يمكن أن تصرف المخاطبين من أمته وكل الأمة، لكن أنه قال وأنا فرطهم هذه فيها معاني كثيرة. لو وردت رواية فرطكم وفرطهم، فرطهم معناه اللاحقون من أمته خصوا بأحد اللفظين، اللاحقون من أمته خصوا بأحد اللفظين، لأن الكلام على الغائب، وأنا فرطهم على الروايتين، رواية الإمام مسلم رواية الموطأ، على اللفظين فيها الكلام على ضمير، فيها ضمير الغائب، فيها الكلام على الغائبين الذين لم يأتوا من بعد من أمته. وقلت هذا فيه إيناس لهم، فيه إيناس. هذا الحديث اشتمل على معان عدة لا يمكن لنا أن نحصرها. قلت معان من وده وحبه عليه الصلاة والسلام لمن لم يأت من بعد من أمته، بقوله إخواننا خصهم بهذا الوصف، وقوله فرطهم عليه الصلاة والسلام، وما بين ذلك من كلام. قال فلا يذادن، قال بذال معجمة فألف فمهملة أي فلا يطردن، كذا رواه يحيى ومطرف وابن نافع على النهي.
أي لا يفعلن أحد فعلا يذاد به عن حوضي، لا يذادن رجال عن حوضي، هكذا الرواية. أي المعنى لا يفعلن أحد فعلا يذاد به عن حوضي. قال ابن عبد البر: ويشهد لهذه الرواية حديث سهل بن سعد مرفوعا: إني فرطهم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، فلا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. ورواه الأكثرون ومنهم ابن وهب وابن القاسم وأبو مصعب: فليذادن بلام التأكيد على الإخبار، أي ليكونن لا محالة من يذاد. قال الباجي وابن عبد البر: ولمسلم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء: ألا ليذادن رجال. في المنتقى قال: وقوله فلا يذادن، فلا يذادن، هكذا رواه يحيى وتابعه عليه مطرف. وروى أبو مصعب: فليذادن بلام التأكيد، وتابعه ابن القاسم وابن وهب وأكثر رواة الموطأ. قال ابن وضاح: ومعنى فلا يذادن لا يفعلن رجل فعلا يذاد به عن حوضي. فلا يذادن يعني هذا نهي عن أن يطرد، عن أن يبعد، عن أن يذاد، أي عن أن يفعل الفعل الذي يتسبب له في الطرد والإبعاد، نسأل الله العفو والعافية. كما يذاد البعير الضال، يريد الذي لا رب له فيسقيه. قال الشيخ الطاهر بن عاشور، قال ابن وهب قبل: معناه يطردن، فلا يذادن فلا يطردن. قال الشيخ طاهر بن عاشور: أما قوله فلا يذادن رجال، قال فهو انتقال من البشارة إلى النذارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بأنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، هذه بشارة. بشرهم بأنه فرطهم على الحوض، هذه بشارة. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى النذارة، كدأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طبه النفوس، حذرهم به من الوقوع فيما يخرج عن الإسلام بعد الدخول في حظيرته والسعي إلى الارتواء من معينه، حذرهم من ذلك. وقوله لا يذادن نهي يراد بمثله النهي عن سبب الفعل. فالمراد بهذا الكلام النهي عن سبب الفعل كما ذكرنا، يعني النهي عن الفعل الذي إن فعله الإنسان تسبب له في الطرد والإبعاد، نسأل الله العفو والعافية. والرواية الأخرى على الإخبار، الرواية على النهي ورواية على الإخبار. الرواية التي على الإخبار بلام التأكيد فلا يذادن، أي أن ذلك حاصل، أي أن ذلك واقع، أي أن أمته منها من سيبعد ومنها من سيطرد لا محالة. فعلى الخبر تحقق هذا حاصل لا محالة، ونسأل الله سبحانه أن يحفظنا. قال رجال بالجمع عند جميع الرواه إلا يحيى، فقال رجل، على رواية يحيى رجل، فقال رجل بالإفراد، قاله أبو عمر، أي على إرادة الجنس. أصلحوا ما ثم من أخطاء.
قاله أبو عمر أي على إرادة الجنس، يعني رجل لا يراد به الوحدة، يعني الواحد رجل واحد، وإنما الجنس، فلا يراد به المفرد، على رواية رجل. رواية رجال واضحة في أن المراد الجمع، لأن اللفظ لفظ جمع. عن حوضي كما يذاد البعير، قال يطلق على الذكر والأنثى من الإبل بخلاف الجمل. نعم، فالذكر كالإنسان والرجل. فقال كما يذاد البعير، البعير قال يطلق على الذكر والأنثى، ليس مختصا بالذكر البعير. قوله كما يذاد البعير الضال، قال الذي لا رب له فيسقيه. كما يذاد البعير الضال أي الذي لا رب له فيسقيه. قال في المفهم ووجه التشبيه أن أصحاب الإبل إذا وردوا المياه بإبلهم ازدحمت الإبل عند الورود، يعني عند ورود الماء أصحاب الإبل إذا وردوا بإبلهم ازدحمت الإبل عند الورود، فيكون فيها الضال والغريب، وكل واحد من أصحاب الإبل يدفعه عن إبله. هذا الإبل الذي ليس البعير الذي ليس له صاحب، البعير الذي ليس له صاحب يرد به الماء، كلهم يبعده عن إبله حتى يترك المكان لإبله حتى ترد هي الماء وتسقى، كلهم يبعده. قال حتى تشرب إبله فيكثر، قال فيكثر ضاربوه ودافعوه، هذا البعير الضال، فيكثر ضاربوه ودافعوه حتى لقد صار هذا مثلا شائعا. قال الحجاج لأهل العراق لأحزمنكم حزم السلمة ولا أضربنكم ضرب غرائب الإبل. الشاهد ولا أضربنكم ضرب غرائب الإبل، لأحزمنكم حزم السلمة. الحزم هو الشد، والسلمة يعني نوع من الشجر، هذه الشجرة التي ورقها القرض. هذه القرض يستعمل في الدباغ، كانوا يستعملونه في الدباغ. هذه الشجرة يعسر خرط أوراقها يعسر خرطها، فماذا يفعل بها؟ تعصب أغصانها ويشد بعضها إلى بعض بحبل ثم تخبط بعصا. ذلك قال الحجاج لأحزمنكم حزم السلمة. السلمة هذه شجرة القرض، يعني إذا حزمت، يعني عصبت أغصانها وشد بعضها إلى بعض بحبل ثم تخبط بعصا تتناثر أوراقها وتسقط. واضح؟ قال ولا أضربنكم ضرب غرائب الإبل، ضرب غرائب الإبل. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من ذلك. يعني تخيلوا أن يكون رجل من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يذاد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام كما يذاد البعير الضال. يعني هذا يذاد البعير الضال. لماذا يبلغ من هو من أمة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحال؟ لأنه في الدنيا لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامه. لو جعل في الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامه وقدوته لا يكون كالبعير الضال. أما هو اختار لنفسه في الدنيا أن يبعد عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعن هديه، فكان في الدنيا كالبعير الضال، فيكون كذلك يوم القيامة، فيبعد يوم القيامة. أما من كان في الدنيا متخذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، من كان في الدنيا مهتديا بهديه عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يكون هذا
ممن يأتي يوم القيامة كالبعير الضال، لا، هذا إمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من اختار أن يكون كالبعير الضال فهذا شأنه، هذا شأنه. نسأل الله ألا يجعلنا كذلك. أناديهم ألا هلم بفتح الميم مشددة، يستوي فيه الجمع والمفرد والمذكر والمؤنث في لغة الحجاز، ومنه والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي تعالوا. أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، ذكره ثلاثة. هلم اختلف فيها العرب على لغتين كما ذكر ابن هشام في القطر في شرح القطر، لغة أهل الحجاز ولغة بني تميم. لغة أهل الحجاز تلزمها طريقة واحدة، هلم للمذكر للمؤنث لا تختلف، للجمع للمفرد هلم. ولغة أهل الحجاز بها جاء التنزيل، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، لإخوانهم، ما قال هلموا، معنا إخوانهم جمع، هلم إلينا جاء على صيغة واحدة. لماذا؟ لأن هذه اللغة لغة أهل الحجاز التي نزل بها التنزيل تجعل هلم، يعني هلم عندهم اسم فعل أمر، بمعنى أحضر، أو هنا أحضروا لإخوانهم هلم إلينا أي أيحضروا، هنا أيأتوا، هنا أتوا إيتوا إلينا. وردت في موضع آخر هلموا شهداءكم، أو في القراءة المتواترة هلم شهداءكم، هلم أي أحضروا. ومع ذلك يعني وردت بصيغة واحدة، هلم، المخاطب جمع، المخاطب مفرد، المخاطب مذكر مؤنث، هلم تعرب اسم فعل أمر مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. اسم فعل أمر يختلف بمعنى إيتوا، بمعنى أحضر، بمعنى بهذا المعنى. لكن لغة بني تميم تختلف عن لغة أهل الحجاز. لغة بني تميم يقال للمفرد هلم إذا كان مذكرا، إذا كان مؤنثا هلمي، للمثنى هلما، الجمع هلموا، وهكذا، حتى إنهم للأنثى هلممن بالفك. نعم، هذه لغة بني تميم لأنها عند هؤلاء فعل أمر، لأنها تقبل لدلالتها على الطلب ولقبولها ياء المخاطبة، عندهم فعل أمر. أما أهل الحجاز الذين نزل القرآن بلغتهم فإنها عندهم اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. أنا هذا الحديث يستوقفني كثيرا. هو عليه الصلاة والسلام يعلم بإعلام الله سبحانه وتعالى له أن يوم القيامة سيرد أناس من أمته حوضه، وأن هؤلاء الذين سيردون حوضه أن فيهم من بدل وغير. هو يعلم ذلك أم لا؟ يعلم. ودليل علمه بذلك أنه يخبر عنه في الدنيا، أليس كذلك؟ يخبر عنه في الدنيا، يخبر عن هذا المشهد في الدنيا، يخبر أن أقواما سيردون حوضه، وأن الملائكة ستذودهم، وأنه عليه الصلاة والسلام سيقول ألا هلم، سيناديهم ثلاثة، وأن الملائكة ستقول إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. ومع ذلك، مع إخباره يوم القيامة هذا المشهد سيقع على النحو الذي أخبر.
معناه هو يعلم ابتداء أن من أمته من بدل وأن من أمته من غير، ومع ذلك يقول هلم هلم. والله رسول الله صلى الله عليه وسلم منبع الرحمة. لا يمكن مهما بلغ حبنا له ومهما بلغ تعلقنا به عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يقابل ذلك أدنى محبة منه إلينا وأدنى رحمة منه بنا، عنه يعلم أن من أمته من سيغير، يعلم أن من أمته من سيبعد، من سيذاد، ومع ذلك لا يحجزه ذلك عن الشفاعة فيهم في مواطن كثيرة من هذا الموطن. وهذا معنى عجيب أن له سابق علم بذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، قيل معناه غيروا سنتك. وفي حديث آخر فأقول ربي إنهم من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا في الواقع الحديث بهذا اللفظ ينتفع به كل أحد نذارة ورهبة، كل مؤمن. هذا الحديث كل مؤمن ينتفع به، وكل مؤمن له حظ في هذا الحديث، لأن التبديل يختلف. التبديل يختلف. لفظ بدلوا يمكن أن يحمل على معان عدة. ومن كان يريد أن يكون ناجيا سالما يوم القيامة عليه أن يقيس بميزان دقيق، ألا يسمح بأدنى تبديل وتغيير مهما كان. هذا يختلف بحسب اختلاف أحوال الناس في القرب منه صلى الله عليه وسلم والتعلق به. فأن البعض التبديل عندهم الخروج من الملة، هذا تبديل. التبديل الإحداث في الدين، تبديل في العقائد ونحوها، تبديل. التلبس بالمعاصي تبديل. عند من هم أقرب الغفلة تبديل. ترك السنن تبديل. كل يزن بميزانه. هذا أقول هذا اللفظ يعني فيه شحذ للهمم وفيه تخويف من التبديل، من الحياد عن النهج الذي اختاره لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه ما دام الإنسان قد حاد، هذا الحياد يعفى عنه ولا لا يعفى عنه، الإنسان معرض للخطر. فلذا على كل واحد منا أن يكون له حظ من هذا اللفظ، أن يجعل هذا اللفظ زاجرا له عن التبديل والتغيير لسنته عليه الصلاة والسلام، حتى يكون هذا الحديث جاذبا لنا إلى سنته عليه الصلاة والسلام. قال واستشكل مع قوله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما كان من حسن حمدت الله عليه وما كان من شيء استغفرت الله لكم. رواه البزار بإسناد جيد. وأجيب بأنها تعرض عليه عرضا مجملا، فيقال عملت أمتك شرا عملت خيرا، أو أنها تعرض دون تعيين عاملها. ذكره الأبي وفيهما بعد، فقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب ليس من يوم إلا وتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته غدوة وعشية،
فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم. قال: فقد أجاب بعضهم بأن مناداتهم لزيادة الحسرة والنكال، نسأل الله العفو والعافية، إذ بمناداته لهم حصل عندهم رجاء النجاة، وقطع ما يرجى أشد في النكال والحسرة من قطع ما لا يرجى. ولا ينافيه قولهم إنهم بدلوا بعدك، لأنه أيضا زيادة في تنكيلهم، وهي أجوبة إقناعية يرد على ثالثها رواية: فأقول رب إنهم من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثوا بعدك. يعني هذا الكلام استشكاله وإيراد الحديث عليه: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، يعني فيه أن أعمال أمته تعرض عليه الصلاة والسلام، فما كان من حسن حمدت الله عليه وما كان من شيء استغفرت الله لكم. يعني قيل في الجواب أنها تعرض عرضا مجملا، يعني وكأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما يحصل لأمته تفصيلا، هذا جواب. أو أنها تعرض دون تعيين عاملها، هذا جواب. لكن كلا الجوابين فيهما إشكال. أورد هو ما يدفع هذا، لكن نحن نتكلم عن مشهد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع، يعني يذكر أن هذا المشهد سيقع، فهو يعلم أن من أمته من غير ومن بدل، ومع ذلك مع ذلك يقول: هلم. فقوله هنا هذا فيه زيادة، يعني قطع ما يرجى أشد في النكال والحسر. هذا الجواب الذي أجاب به. ثمة أجوبة أخرى ترد على هذا، أنه عليه الصلاة والسلام مع علمه بأن هذا الأمر سيحصل، وأن من أمته من سيبدل وسيغير، أن شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته عليه الصلاة والسلام بهم تحمله على أن يشفع فيهم في ذلك الموقف، حتى يبين له صلى الله عليه وسلم أنهم قد قضي عليهم بالإبعاد والطرد، بحيث يقطع ذلك في ذلك اليوم، يقطع رحمته يقطع شفاعته بسبب إخبار الله سبحانه وتعالى على لسان ملائكته، إخبار الله تعالى نبيه وإعلامه بأن هؤلاء غير مشمولين برحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا يقوي أن هؤلاء المعنيين بهذا الإبعاد والطرد أنهم أناس بدلوا، إما بالترك كحال المرتدين، أو أنهم أظهروا خلاف ما أخفوا، أو أن إحداثهم وتبديلهم تبديل يسلب عنهم وصف الإيمان. وإلا فإن أهل المعاصي من أمته عليه الصلاة والسلام تبقى شفاعته صلى الله عليه وسلم ثابتة لهم لا ترتفع، والله تعالى أعلم. لذلك قوله وهي أجوبة إقناعية، أي أنها ليست أجوبة قطعية، إنما تصلح في معرض دفع هذه الإرادات بأدنى جواب يتيسر، يعني مرتبتها ظن، ومع ما فيها من ضعف فلا تقوى في معرض الحجاج، إلا أنها قد يجاب بها في مثل هذا المقام. لكن كما ذكرت يعني أصل الإيراد والجواب فيه كثير
من الإشكال لأنه أغفل أجوبة أخرى يمكن أن يجاب بها عن هذا الإيراد من أصله، والله أعلم. قال: فأقول فسحقا بضم الحاء وسكونها لغتان، أي بعدا، فسحقا 3 مرات، ونصبه بتقدير ألزمهم الله أو سحقهم الله سحقا، يعني مفعول به لفعل محذوف. قال الباجي: يحتمل أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ يحشر بالغرة والتحجيل، فلأجلها دعاهم، ولو لم تكن السيمة إلا للمؤمنين لما دعاهم ولما ظن أنهم منهم، هذا تحدثنا فيه. ويحتمل أن يكون ذلك لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فبدل بعده وارتد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بهم أيام حياته وإظهارهم الإسلام، وإن لم تكن لهم يومئذ غرة ولا تحجيل، لكن لكونهم عنده في حياته وصحبته باسم الإسلام وظاهره. نعم، يعني دعاهم لأجل كونهم كذلك. قال عياض: والأول أظهر، فقد ورد أن المنافقين يعطون نورا ويطفأ عند الحاجة، هذا الوجه الأخير الذي نقلناه عن ابن دقيق العيد. فكما جعل الله لهم نورا بظاهر إيمانهم ليغتروا به حتى يطفأ عند حاجتهم على الصراط، كذلك لا يبعد أن يكون لهم غرة وتحجيل حتى يذادوا عند حاجتهم إلى الورود نكالا من الله ومكرا بهم، نسأل الله العفو والعافية. وقال الداودي: ليس في هذا ما يحتم به للمذادين بدخول النار، فيحتمل أن يذادوا وقتا فتلحقهم شدة ويقول لهم سحقا، ثم يتلافاهم الله برحمته ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يتلقاهم، وعندي أنا يتلافاهم، نعم نعم يدركهم، هذا أولى. فتلحقهم قبل، فتلحقهم شدة ويقول لهم سحقا، ثم يتلافاهم الله برحمته ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عياض والباجي: وكأنه جعلهم من أهل الكبائر من المؤمنين، لكن يعني هذا على كل حال مع قوله سحقا في ذلك المقام 3 مرات، فالظاهر أنه إبعاد، والإبعاد في ذلك المقام يبعد أن يكون وصفهم على النحو الذي ذكر، فإن المقام مقام شفاعة، يعني الدعاء منه عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام وفي تلك الشدة يبعد أن يكون بعده خلاف ما دعا به عليهم صلى الله عليه وسلم. معناها قال: وكأنه جعلهم من أهل الكبائر من المؤمنين. زاد عياض: أو من بدل ببدعة لا تخرجه عن الإسلام. قال غيره: على هذا لا يبعد أن يكونوا أهل غرة وتحجيل لكونهم من جملة المؤمنين، يعني بدعته لا تخرجه عن الإسلام، كبدعة أصحاب الفرق كثير منها لا تخرجهم عن الإسلام. وقال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين عن الحوض، وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. انتهى. قلنا هذا الحديث كل مؤمن الأصل أن يكون له حظ منه بحسب رتبته، كل واحد. الذي يتعامل مع التخويف الإلهي والنبوي ومع الوعيد بأنه غير معني به، هذا لم يتحقق،
بالخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا في معرفته بالله سبحانه وتعالى نقص وقصور، لأن الذي يزداد قربا من الله تعالى يزداد خوفا، بل إنهم يبلغون حالا لا يرون معه وعيدا إلا وهم المعنيون به دون غيرهم. يعني كل واحد يرى كأنه هو المراد دون من سواه. طبعا هذا مع كونهم لا يقنطون من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني البعض يدخله الشيطان في دائرة الخوف، وهذه دائرة شيطانية ليست دائرة نورانية رحمانية، لأن بعض الناس يدخل في خوف منشأه الشيطان، خوف ظلماني. لا ليس نعم، العلامة التي يفرق الإنسان بها أن الخوف المحمود هو الخوف الذي يصحبه طلب رحمة من الله ونهوض لما يقربه من الله. والخوف المذموم هو الذي يصحبه قنوط من رحمة الله ويقعده عن العمل بما يقربه من الله. يبقى أنا من أهل النار وأنا من أهل النار ويبكي ولا يفعل شيئا غير ذلك، يستحوذ عليه الشيطان. واضح؟ فهذا، والبعض منا يرى أنه من أهل الجنة. حتى سيدنا أبو بكر الصديق لا يزاحمه. أي والله بعضنا يعيش بهذا الحال، يقول لك شلقيت نعمة الحمد لله رب العالمين. هو كي تفتش 5 صلوات الله أعلم كيف يصليها، الله أعلم الصلاة التي نصليها يعني تبلغ رؤوسنا أو لا تبلغ. لا، المؤمن لا يكون هكذا. المؤمن يكون راجيا في خوفه وخائفا في رجائه. المؤمن لا يحجبه الخوف عن الرجاء ولا الرجاء عن الخوف، ولا يتعارض هذا مع ذاك. نعم، قد يغلب الرجاء تارة ويغلب الخوف طورا بحسب ما يرد على قلب هذا العبد، ولكن المؤمن لا محالة مطالب بأن يجمع بينهما لا محالة. يعني الطمأنينة التي يشعر بها البعض منا يعني طمأنينة بلا شيء، يعني هذه ليست طمأنينة سوية. المؤمن لا بد أن يجمع بين الخوف والرجاء. قلت على نحو لا يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لا يؤيسه من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث المؤمن يتلقاه وكأنه هو المعني. المؤمن يتلقاه وكأنه هو المعني، لا يتلقاه وكأن غيره المعني أبدا. كل ما يرد من وعيد في كتاب الله سبحانه وتعالى، كل ما يرد على الإنسان أن يعتبر أنه هو المقصود بهذا الوعيد، وأن يعمل على إصلاح ما بنفسه. لذلك التقي من الناس إذا قيل له اتق الله ينكسر فيما بينه وبين الله تعالى ويقبل النصيحة، يقول استغفر الله، اللهم اجعلني من المتقين. وش يقول؟ أنا شلقيتني عامل، اتق الله أنت. يقول أنا الحمد لله، يقول أنا متقي لله. لا، هذا لو كان متقيا لله حقا لا يصدر منه ذلك الكلام، ينكسر بينه وبين الله تعالى، ينكسر. اتق الله، استغفر الله، أسأل الله أن يجعلنا من المتقين. هكذا يتعامل المؤمن. وغيره يرى الناس لا، يقول شلقيتني عامل، يقول اتق الله أنت، وأنا أقول له الحمد لله موري بريقل. هذا من التلبيس. واضح أيها الإخوة؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين. قالوا هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق معن عن مالك به،
وتابعه إسماعيل بن جعفر عن العلاء بنحوه في مسلم أيضا ولم يخرجه البخاري. ومن اللطائف أن ابن شاكر روى في كتاب مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال: ذكر الشافعي الموطأ فقال: ما علمنا أن أحدا من المتقدمين ألف كتابا أحسن من موطأ مالك وما ذكر فيه من الأخبار، ولم يذكر مرغوبا عنه الرواية كما ذكره غيره في كتبه، وما علمته ذكر حديثا فيه ذكر أحد من الصحابة إلا ما في حديث: ليذادن رجال عن حوضي. فلقد أخبرني من سمع مالكا ذكر هذا الحديث وأنه ود أنه لم يخرجه في الموطأ. الحمد لله أنه فعل هذا الكلام إن ثبت. المحمل في هذا أن بعض الآثار والأخبار تتعلق بها بعض الفرق الزائغة، فتحمل هذا الحديث على السابقين الأولين من المهاجرين الذين شهد الله تعالى في كتابه بأنه رضي عنهم وأنهم رضوا عنه، يحملون الحديث عليهم. قالوا هؤلاء أقوام كان يعرفهم في الدنيا، هؤلاء يعني كانوا من الصحابة الذين يعرفهم ثم ارتدوا عن الدين، لذلك يحكمون على سائر الصحابة بالخروج من الملة وبالكفر والارتداد، نسأل الله العفو والعافية، ويستمسكون بمثل هذه الآثار. والآثار التي يكون لأهل الزيغ مستمسك بها يود العلماء ألا يخبروا بها العامة حتى لا يكون لهم فيها، حتى لا يزيغ الناس بمثل هذه الآثار والأخبار. واضح؟ هذا السبب لو ثبت. تمام. ثم إن ما تقدم من أنه ما علمنا أن أحدا من المتقدمين ألف كتابا أحسن من موطأ مالك وما ذكر فيه من الأخبار، هذه شهادة من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، ولم يذكر مرغوبا عنه الرواية كما ذكره غيره في كتبه، معناها أن الرجال الذين أخرج لهم الإمام مالك في موطئه أنهم ثقات أثبات، وهذا ذكرناه يعني في الدروس الأولى ونثرناه في هذا في أكثر من درس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وألا يجعلنا ممن يذاد عن حوضه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالحياة على نهجه عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين. اللهم لا تحل بيننا وبينه يوم الدين. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، يا أكرم من سئل ويا أفضل من أعطى. اللهم لا تجعلنا ممن يذاد عن حوضه صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعلنا من المبدلين ولا من المغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل حب نبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا والناس أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أكرمنا في الدنيا بزيارته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته يا أكرم من سئل
ويا أفضل من أعطى. اللهم احشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من حوضه صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفرج اللهم عن إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم انصرهم نصرا مبينا. اللهم أمدهم بمددك. اللهم أمدهم بمددك. اللهم أغثهم بغوثك يا أكرم من سئل ويا أفضل من أعطى. اللهم أهلك عدوك وعدوهم. اللهم أحصهم عددا. اللهم اقتلهم بددا. اللهم لا تغادر منهم أحدا يا أكرم من سئل ويا أفضل من أعطى. واحفظ اللهم بلادنا وسائر بلاد المسلمين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.